السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة بقى للسؤال ده، أنا بجد نزلته فيديو، بس أنا لا يعني هقولك الإجابة بطريقة مختلفة. السؤال اللي هو بتاع رد صريح من الكتاب والسنة. بصي هو أنا بس عايزة أفهمكم حاجة. أنا بشتغل نفسي من الكتاب والسنة، ولكن لما أنت تبقي عايزة فتوى دينية، دي مكانها دار الإفتاء. أنا غير مؤهلة بالفتاوى. تمام، ولكن انا هقول لك الاجابه النفسيه، والاجابه يعني رايي كمتخصصه. انت سالتيني فيها، متخصصه نفسيه، ملهاش علاقه طبعا بالرد الديني. الرد الديني لازم تجيبيه فتوى من الازهر او من الفتاوى اللي هي حد من الشيوخ الفاضلين اللي احنا متاكدين ان الفتاوى بتاعته صحيحه، فبنساله. بالنسبة للأخت اللي كانت يعني بتساعد أخوها وعايزة ولاده يبقوا أحسن وبتصرف على تعليمهم وكل ده، أنا بالنسبة لي أنا هقسمها حاجتين. الحاجة الأولانية المساعدة للأقربون، والأقربون أولى بالمعروف، ربنا قال لنا كده. فأنت لما تساعدي في تعليم ولا تساعدي في أكل وشرب ولا كده، دي حاجة رائعة وتجازي عليها وتاخدي ثواب. ولازم تبقى نيتك لله، مش نيتك لأخوكي، لا، نيتي إن أنا أفرح اخويا واولاده، ولكن انا باخد الاجر من ربنا ومش منتظره منه حاجه. بس انا عايزه اقول حاجه، هو الراجل ربنا خلقه عشان هو اللي يصرف ويعني وينفق ويبقى قوام. فالرجاله هنا نوعين: في راجل بيبقى فعلا بيشتغل وطالع عينه في الشغل وبيصرف على قد ما يقدر، بس الحياه اكبر منه، المصاريف اكتر من اللي هو عاوزه، فبيبقى محتاج يعني ايه زق. فلو احنا بنساعد في الزقة دي، ده شيء رائع ويحسب لك وربنا يجازيكي كل خير. ولكن في راجل تاني، وده النوع التاني بقى اللي انا قصدي عليه، بيسموه ايه، آه بيعتمد. يعني لو انتي ساعدتي، هو ممكن لو بيشتغل يقعد من الشغل، لو هو مثلا بيصرف ما بيصرفش. فانتي بتقولي اهو ان هو بقى بيشرب مخدرات. طب لحظة واحدة، هو فلوس المخدرات دي جابها منين؟ هو اتصرف، يبقى اذا هو معاه فلوس، بدل ما يحطها في تربية اولاده والصرف على يعني المواد الدراسية بتاعتهم وتعليمهم، راح حطها في المخدرات، لانه اعتمد ان حضرتك انت اللي بتصرفي على الدراسة. فانت اصبحتي مساعدتك ليه مش في صالحه، لان هو اتكل على مساعدتك، فراح هو شرب بقى مخدرات. ما هو اكيد بيجيب في المخدرات دي يا جماعه بتحتاج فلوس كتير فوق ما تتخيلوا. حته الحشيشه اللي قد كده ما اعرفش بكام الف. فعشان راجل يروح يعني ياخد مخدر، والمخدر ده لازم يبقى كل شويه، لان هو بيشده غصب عنه، بيشتغل على هرمونات جوه جسده. فاذا ده بيصرف مبالغ، والمبالغ دي حضرتك انت اصلا بتحطي فلوس عشان تصلحي من حال اولاده. لا، يبقى ما كناش نساعد عشان هو ما ايه، ما يتعوجش او ما يبصش يعني. دي حاجة. الحاجة التانية، للأسف الشديد انت بتقولي هو ومراته بدأوا يعملوا أعمال وأسحار وكده. طب ما الأسحار ده يا جماعة بفلوس برضو يعني دي بفلوس أكتر من المخدرات. ده أنا هما معاهم فلوس كتير قوي على فكرة، ويبقوا أو إن هو ياخدوا فلوسك بنتي بقى وبيأذوكي بيها. يعني انت متخيلة إن انت بتساعدي في الدراسة بتاعت الولاد، لا هما بياخدوا الفلوس ويروحوا يعملوا بيها أسحار ويجيبوا مخدر، والعيال أصلا كده كده قاعدين في البيت، ما بيذاكروش ولا بيروحوا مدارس. فانا شايفه ان مساعدتك هنا، اعتقد والله اعلم ان هي ملهاش اي لازمه. للاسف شديد في ناس تانية يعني تستاهل فلوسك وتستاهل مساعداتك، وفعلا هيعملوها في الخير وكل حاجه. ويا ريت ما تديش فلوس على طول. يعني انت ممكن تروحي المدرسه تدفعي، انت ممكن تدخلي الدروس، انت ممكن تجيبي اكل وبتاع وتودي، ده بالنسبه للناس المحتاجه. لكن انا شايفه ان اخوكي بصراحه يعني هو بيتدلع، وللأسف الشديد محتاج يعرف ربنا، ومحتاج يرجع كده لربنا ويفوق. لأن هو اتجه اتجاهين، الاتنين يعني واحد اتجاه وحش ونهايته للأسف الشديد سيئة، يا مستشفى مصحة أو موت بجرعة زايدة ولا حاجة أوفر دوز. يا إما الاتجاه التاني الأسوأ، اللي هو من أتى عرفا فقد كفر بما أنزل على محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس اللي بتروح للدجالين دول يا جماعة الأمر جلل، الموضوع ضخم. اوعى تكون فاكر ان انت ما تروح واصل ما عشان اذيه سيكا، اصل هو اذاني مش عارفه ايه. لا، حضرتك تطلع بره المله اصلا طالما انت رحت واتجهت للامر ده. المغامره بالدين مش مغامره اصلا، ما ينفعش تبقى في الحسابات، ده دينك اللي هتتحاسب عليه، ويا جنه يا نار.
يا رضا الله يا سخط رب العالمين. فنركز بقى ونفوق كده، عشان خاطر ايه؟ مش هزار هو. والعرافين والدجالين اللي انتشروا في حياتنا دلوقتي واللي على النت والتاروت، وهشوف لك الحظ والودع وهقرا الكف وبكره هيحصل لك ايه، الكلام ده كله كله دجل وشعوذة، والله نهى عنهم، والرسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا ما تعملوش كده، عشان انتوا كده هتسلكوا مسلك غير مسلك سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا يعلم الغيب إلا الله. وأي إنسان بيروح لحد أو بيستعين بجن عشان يأذي حد، يعني الآيات والأحاديث واضحة واضحة جدا. وللأسف بيبقى عقابه عقابين: العقاب الأولاني إن هو بيخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم فبيكفر. العقاب التاني وده أسود من الأولاني، ان حضرتك بتبقى خسرت دنيا واخره. الاخره خسرتها بالكفر، والدنيا خسرتها بان السحر هيرجع عليك تاني، واللي عملته في غيرك هيرجع ويترد لك. وانا شفت ناس ياما للاسف الشديد عملوا الاسحار لناس واذوهم، وفي الاخر اتقلب السحر على الساحر، وهم اللي ماتوا بالاذى اللي هم عملوه للبشر. فولا حول ولا قوة الا بالله. لو عايزة تساعدي وتاخدي الأجر، فخدي الأجر في ناس يكون بجد غلبانة ومحتاجة مساعدتك. والحاجة التانية إن حضرتك يعني ما تقطعيش أخوكي. ممكن سؤال عليه من فترة لفترة عشان صلة الرحم وعشان ربنا ما يزعلش مننا. مش لازم بالزيارات، ممكن بالتليفونات، ممكن بالسؤال عنه كل فترة. ولكن طالما بقى فيه أذى نفسي وجسدي وحاجات كتيرة قوي، ابعدي ووقفي الفلوس. ما تقلقيش، ربنا هيكرم ولاده. وهو لو ما فاقش كده لنفسه ولأولاده، يبقى يستحق ما يحدث له، لأن هو للأسف اتجه اتجاهات كلها شرانية. وربنا يا رب يجازيكي كل خير على الحلو اللي عملتيه معاهم قبل كده. احتسبي الأجر عند ربنا. ويا ريت بقى تشوفي ناس تانية بجد محتاجة تتعلم، وناس تانية عاوزة مساعدات بجد لأنها بتجتهد في الحياة بس مش قادرة، وتاخدي الأجر معاهم. وأخوكي تسألي عليه بس من بعيد لبعيد عشان ما تقطعيش صلة الرحم، وربنا يحفظك. قولي الدعاء ده: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والدعاء التاني: رب اكفنيهم بما شئت كيف شئت، ده عشان ربنا يحجب الشر بتاعهم عنك.